السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الحلقة ديت يا جماعة ان شاء الله هنعرفكم الطريقة الصحيحة معرفة الذكر من الأنثى. في واحد كان باعت لي في الفيديو اللي عدى كومنت، يعني كان جايب حمام وعايز يعرف يفرق يعني بين الذكر والنتاية. في الفيديو ده ان شاء الله يا جماعة ان شاء الله انا هعرفكم الذكر من النتاية. دلوقتي يا جماعة زي ما انتم شايفين كده الحمام قدامكم اهوت. طبعا يا جماعة الذكر اول حاجة بيبقى جسمه اكبر من جسم النتاية، تمام. تاني حاجة الذكر بتبقى دماغه اكبر من دماغ النتاية، تمام كده. تالت حاجة كمان الصدر بتاع فرد الحمام، الذكر بيبقى صدره اكبر من صدر النتاية، تمام كده. دول التلات حاجات يا جماعة همت يعني بيثبتوا لكم ان الذكر يعني بيتعرف عن النتاية في ايه. طبعا واخر حاجة كمان، واخر حاجة يا جماعة كمان، يعني عشان خاطر لو واحد مبتدئ مثلا والتلات حاجات اللي انا قلت عليهم دول برضك مش هيعرف برضك يفرق، ممكن مثلا يبقى عنده مثلا نتاية كبيرة مثلا حجمها كويس، فممكن مثلا يقول مثلا عليها ان هي مثلا ذكر، وهي ممكن تكون نتاية بس هو مش عارف. نفترضنا مثلا زي النتاية ديت، بسم الله ما شاء الله، انت زي ما انتم شايفين كده دماغها مدورة برضك زي برضك الذكر وحجمها كبير. بسم الله ما شاء الله يعني، وحاجة كويسة. مع ان الذكر الاحمر ده الذكر بتاعها ده، دي الذكر بتاعها بس النتاية اكبر منه، عشان خاطر اكبر، عشان اصلا هي اساسا في السن اكبر منه. الذكر ده كان طالع عندي، فطبعا عشان خاطر كان لسه اول مرة يخصب فجبت له نتاية اكبر منه، عشان خاطر طبعا لما تيجي تجوز ولا حاجة يبقى عندها تعرف تدف، يبقى عندها خبرة ان هي تدف البيض اكتر من الذكر، ولما تطلع زغاليل تزغطهم، ويبقى عندها خبرة اكتر من الذكر، تمام كده. هو يا جماعة في حاجة كمان يا جماعة عايز أقول لكم عليها، الحتة البيضاء اللي هي في مناخير الفرد الحمام اللي في الذكر بتبقى أكتر من النتاية. يعني مثلا وليكن الفرد اللي قدامكم ده الأزرق ده الجمعية ده واقف أهو، ده الفرد دي نتاية يا جماعة، الفرد ده نتاية عشان الحتة البيضاء اللي في مناخيره حتة صغيرة. دلوقتي أنا هجيب لكم ذكر وهقول لكم الحتة اللي في مناخيره إزاي إن هي كبيرة. نروح يا جماعة عند الذكر الفرد الأسمر ده برضو يا جماعة جمعية، بسم الله ما شاء الله، جسمه كبير شوية، حتى الأبيض اللي في روحه ده جسمه كبير. الذكر برضو جسمه كبير، الحتة البيضة اللي هي في مناخيره كبيرة اهي، سواء في الأبيض أو في الأسمر كبيرة مش صغيرة خالص اهي يا جماعة. كمان في حاجة رابعة يا جماعة أنا هقول لكم عليها في نهاية الفيديو. دي الحاجة الرابعة ديت بقى خلاص، لو أنت خلصت الفرد الحمام قدامك ما انتش عارف تفرق فيه الثلاث حاجات اللي أنا قلت فيها الحاجات دي كلها أو الأربع حاجات ديت. أنا هقول لك على حاجة كمان أخيرة كمان يا جماعة، الفرد اللي بياكل ده برضو الذكر، ده برضو بسم الله ما شاء الله، الحتة الذكر جسمه كبير، دماغه كبيرة يا جماعة، فرقة خالص عن النتاية. الحتة اللي في مناخيره كبيرة، وده يا جماعة كمان ذكر اهوت، برضك الحتة برضك اللي في مناخيره يا جماعة واضحة خالص يا جماعة ان هي كبيرة اهي. وده طبعا ذكر يا جماعة خلاص اهوت، ده ذكر كمان اللي هو الأحمر ده. بتبقى يا جماعة الحتة البيضة اللي في مناخيره بتبقى كبيرة. نروح يا جماعة نسيب الجمعية خالص، نروح عند الشقلباز. ده يا جماعة ذكر شقلباز اهوت ذكر شقلباز، الحتة اللي في مناخيره يعني برضك مش هيبقى زي الجمعية. ده ذكر اهوت. طبعا يا جماعة أنا هوريكم طبعا دلوقتي النتاية بتاعته، النتاية يا جماعة بتاعته اهي.
طبعا الحتة البيضة اللي في وشها، اللي في مناخيرها يعني، طبعا يا جماعة صغيرة خالص. النتاية اهيت يا جماعة، والدكر اهو. طبعا يا جماعة الدكر واضح خالص، يعني جسمه فارق عن النتاية. نروح كمان عند دكر شقلباز. دكر اهوت، جسم اكبر، جسم كبير. نروح عند النتاية ديت، نتاية كريزلياية. طبعا يا جماعة الحتة اللي برضك البيضة برضك اللي في مناخيرها طبعا صغيرة خالص، واللي جات تاكل ديت دي نتاية. ديت يا جماعة رخرة، ديت نتاية طبعا، وده ذكر. طبعا يا جماعة والله العظيم يعني اللي عندهم خبرة يا جماعة هيعرفوها. ذكر دماغه كبيرة ومسطحة من فوق، النتاية بتبقى دماغها صغيرة من فوق كده ورفيعة. ده كمان ذكر يا جماعة، وده ذكر دماغه كده تحس كده ان هي مدورة. طبعا لو واحد يا جماعة مبتدئ ومش عارف الحاجات دي كلها، طبعا يا جماعة الشوكتين، في شوكتين تحت يا جماعة كده كده عند فتحة المخرج من تحت الذكر، بيبقوا الشوكتين لازقين في بعض. النتاية بيبقوا موسعين واسعين شوية. بصوا يا جماعة عشان برضك الحمام ده برضك وسط بعضه، ممكن المبتدئ برضك يتوه. هنطلع فوق هنا خالص، هنا عند الجوز الكركندي يا جماعة. ده جوز كركندي. طبعا يا جماعة الجوز معروف خالص الذكر من النتاية، يعني أظن إن الفروقات باينة خالص. طبعا الذكر طبعا باين عن النتاية خالص. الذكر دماغه كبيرة، صدره كبير، حجمه كبير. يعني مش عايز أقول لكم الذكر على اليمين ولا على الشمال. طبعا الذكر طبعا اللي بيحرك دماغه ده، والنتاية التانية اللي هي بقصة. طبعا يا جماعة الجوز واضح خالص، يعني الذكر باين عن النتاية. طبعا يعني ذكر صدره كبير، دماغه كبيرة. الحتة اللي في مناخيره يا جماعة البيضة ديت كبيرة شوية عن النتاية. حجمه كبير عن النتاية يا جماعة، حجمه كبير. حتى لو انت جيت مسكت الجوز ده وجيت حسست على الشوكتين، هتلاقي الشوكة بتاعت الذكر لازقة ببعضها، لكن النتاية هتلاقي الشوكتين واسعة شوية. ده بقى ايه؟ ده بيدل ان كل ما الشوكتين بتاعت النتاية يكونوا واسعين شوية، كل ما النتاية تكون تقرب قربت تبيض يعني. اتمنى كده يا جماعة تكون المعلومة وصلت. طبعا يا جماعة الجزء البردك اللي قدامكم ده بردك الذكر بردك الأحمر والنتاية الزرقاء. طبعا يا جماعة الذكر بردك حجمه أكبر من النتاية، والحتة البيضة بردك اللي في مناخيره بردك أكبر بردك من النتاية. الحتة البيضة اللي في مناخير النتاية يا جماعة تحس كده إن هي صغيرة، هي صغيرة فعلا، واللي في مناخير الذكر كبيرة وخشنة. هنا برضو يا جماعة 3 جواز برضو كهمت في ريح بعض. الأبيض دوت طبعا ذكر النتاية اللي وراه دي. طبعا ذكر برضو دماغه كبيرة وجسمه فارق برضو عن النتاية. هنخش على دول يا جماعة الجزء اللي قلتلكم عليهم، اللي هو النتاية أكبر من الذكر. بس طبعا يا جماعة زي ما قلتلكم جزء زي ده وانت حيران فيه، هتروح عند الشوكتين اللي ورا اللي هم عند فتحة المخرج. أي جزء يا جماعة في الشوكتين دول، في العظمتين دول، الذكر هتلاقي العظمتين لازقين في بعض، والنتاية هتقوم واسعين شوية. وطبعا هنا الذكر طبعا يا جماعة فارق برضك عن النتاية. طبعا الذكر جسمه كبير، صدره كبير، حجمه كبير، الحتة البيضاء اللي في مناخيره كبيرة. طبعا يا جماعة الجوز ده يعني ما تلاقيش جوز يعني حمام كتير النتاية أكبر جسمها أكبر من الذكر، عشان خاطر هي بس سنها أكبر من الذكر، والذكر لسه صغير. بس الذكر لسه يدوبك طلع مرة واحدة بس ولا مرتين، النتاية عجوزة. بس كده يا جماعة، أتمنى يا جماعة يكون الفيديو يعجبكم. واللي مش مشترك في القناة يا جماعة يشترك ويعمل له لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.